في سؤال بقى بيشغل ناس كتير اليومين دول، ازاي المغرب وصلت للمرحله دي؟ منتخب الشباب بياخد كاس العالم ومنتخب اول بيوصل لنهائي كاس عالم 2022. ازاي دوله عربيه افريقيه قدرت تبني جيل ذهبي بالشكل ده اللي بيخلي الكل يقول المغرب بقت امبراطوريه كرويه حقيقيه؟ النهارده هنفهم ايه اللي حصل هناك وازاي مصر تقدر تمشي في نفس الطريق. لسه بدأت من زمان بالصدفة أبدا. بعد سنين من الإخفاقات المغرب قررت إن هي تعمل ثورة حقيقية في الكرة، مش بالكلام بل بالفعل. الملك محمد السادس بنفسه دعم فكرة إنشاء مركب محمد السادس لكرة القدم اللي اتفتح سنة 2020، وده يعتبر واحد من أفضل مراكز التدريب في العالم. مكان بيجمع كل الفئات السنية من الناشئين لمنتخب أول بأحدث أجهزة وملاعب وأطباء وتحليل أداء وكل حاجة شبه أوروبا بالظبط. ولو قلنا إن في سبب رئيسي وصل منتخب المغرب سواء من الشباب أو المنتخب الأول اللي هو فيه حاليا، هيكون واحد من الأسباب الرئيسية هو مركب محمد الخامس. المركب ده مش بس بيهتم بانه يلم اللعيبه او ان هم يضمهم او حتى ان هو بيبحث عن اللعيبه الموهوبه في المغرب، بل ان هو كمان بيعمل على تطويرهم سواء ذهنيا او بدنيا علشان يقدروا يحترفوا في اوروبا ويفيدوا منتخب المغرب بشكل كبير جدا. رقم 2، سياسه اختيار المواهب. المغرب اشتغلت على حاجه ما حدش كان بيعملها كويس، وهو الكشف عن المواهب في الداخل والخارج. في الداخل والخارج ازاي؟ مبدئيا المغرب معروف ان هي بلد المواهب، لكن دائما في ناس في المغرب بيكونوا مهاجرين في اوروبا، فهي اشتغلت على حته المواهب الداخليه، وبحيث ان هم بتدور على مواهب موجوده في المغرب وبتبدا ان هي تمرنهم وتدربهم كويس جدا علشان يكونوا لعيبه جاهزه بشكل كبير للمنتخب. ثانيا الخارج، وده الاهم، اتحاد الكره المغربيه بقى عنده نظام بيتبع الشباب المغاربه في اوروبا اللي اتولدوا في فرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا واغلب الدول الاوروبيه، وبيضمهم من بدري لمنتخب الشباب. يعني مش بس بينتظر المنتخب الاول لانه ممكن اللاعب يفكر في انه يمثل منتخب غير المغرب، لا ده بيضمهم من منتخب الشباب عشان يزرع فيهم الروح الوطنيه. عشان كده هتلاقي لعيبه زي الصبيري وبوفال وحكيمي وناحي وزياش كلهم من مدارس اوروبيه واغلبهم اتولدوا في اوروبا بس بيلعبوا من قلبهم للمغرب. يعني ببساطه جمعوا العقليه الاوروبيه زاد الروح المغربيه. ده غير كمان ان اللاعب اللي اتولد في اوروبا ده خريج مدارس اوروبيه لكره القدم، فده هيضيف كتير جدا وهيسهل لك انت كمنتخب اول او حتى كمنتخب شباب. رقم 3، الاستراتيجيه الفنيه. المغرب اشتغلت على المدربين المحليين. مدرب زي وليد الركراكي مثل واضح واشهر مثل موجود عندنا، وهو واحد اتدرب في اوروبا ورجع يطبقها في بلده. الفكره هنا بقى واضحه، عايزين نلعب كرة حديثة بس بالطبع المغربي، يعني كورة تجمع بين الفن والمتعة المغربية وبين الاستراتيجية والتكتيكية الأوروبية. ما بقوش بيخافوا وبقى عندهم شخصية المنتخب الكبير، وده نفس الشخصية اللي خلتهم يكسبوا بلجيكا ويكسوا أسبانيا والبرتغال ويوصلوا لنص نهائي كأس العالم 2022. الموضوع هنا مش مجرد حظ، لا ده تنظيم وثقة وتخطيط، وده اللي أكد عليه منتخب الشباب. بحيث إن أنت لو لاحظت إن المنتخب بيجمع لعيبة كتير عندهم ثقة عالية في نفسهم وعندهم شخصية، مش مجرد شخصية لاعب شاب، ده شخصية لاعب كأنه عنده 30 سنة. وشفنا مدى البرود ومدى الذكاء ومدى العقليه اللي بيلعبوا بيها في كاس العالم للشباب، وقد ايه ان هم بيعملوا حركات غريبه وبيعملوا كمان ركلات جزاء صعبه جدا بينفذوها، وده مهما كان كاس العالم للشباب، وده واحده من اهم المحطات اللي بتلعب فيها اي لاعب شاب في العالم. لكن اللعيبه كانت بارده جدا وكان عندها عقليه وشخصيه كبيره جدا قدرت ان هم تكسبهم كاس العالم. ولو انت فاكر ان فوز المنتخب المغربي بكأس العالم ده حاجة سهلة، ده الموضوع وصل لدرجة إن ميسي بيتكلم عن الموضوع ومش عاجبه أبدا إن منتخب المغرب فاز بكأس العالم للشباب. وعلى فكرة ميسي من أقل اللعيبة اللي بتصرح جوه كرة القدم، عشان نفهم ان كاس العالم للشباب ده مهم قد ايه. الفقره الرابعه، جيل الشباب وكاس العالم. اللي حصل مع منتخب الشباب المغربي مش مجرد انجاز، دي نتيجه سنين وتخطيط وتعب سنين طويله علشان يقدروا يوصلوا للنتيجه دي. الناشئين بيتدربوا في نفس النظام اللي بيلعب بيه المنتخب الاول علشان لما يطلعوا فوق ما يبقوش في فجوه. ومركز التدريب في المدن المغربيه كلها بقت مربوطه بالاتحاد الرئيسي. ببساطه كل موهبه في المغرب بقت تتحط تحت الميكروسكوب علشان يقدر ان هو يوصل للاعب القدرات اللي هو محتاجها منه عشان يقدر ان هو يضيف للمنتخب، وكمان في نفس الوقت يكون نفس العقليه اللي بيلعب بيها مع المنتخب تكون حواليه عقليات كتيره جدا نفس العقليه. لان اللاعب الشاب لما بيطلع بيلاقي لعيبه كبيره جدا، لعيبه زي اشرف حكيمي، لعيبه زي زياش، لعيبه زي بوفال، فهو ما بيكونش نفس العقليه. فايه اللي هيحصل؟ شيء طبيعي ان المنتخب هيفشل. لكن اللي حصل العكس، هم مركزين على حته ان اللعيبه تبقى نفس اللعبه المنتخب الشباب يكون نفس لعبه منتخب الاول، يؤدي ان اللعيبه تكون متاقلمه اكتر بكتير من اي منتخب تاني. والفقره الخامسه وهي الدرس لمصر. وهنا السؤال، ليه احنا ما نبداش نعمل كده؟ عندنا مواهب وعندنا شعب بيعشق الكره، بس محتاجين نظام مش رد فعل. محتاجين نبدا من الناشئين بجد ونخلي الكشافين يشتغلوا في كل المحافظات، ونبدا نبني مراكز تدريب حقيقيه زي المغرب عملتها. ولو مصر بدات النهارده تخطط بنفس الطريقه، صدقني بعد كام سنه الناس هتسال ازاي مصر عملت الامبراطوريه دي. وفي حته عاوز اتكلم فيها
برأيي الشخصي يعني، هل الرشوة والفساد اللي بيحصل حاليا في الكرة المصرية هل هتفيدنا بحاجة؟ أبدا، مستحيل تفيدنا بأي حاجة، بالعكس دي بترجعنا لورا. زي ما شفنا أسامة نبيه بيقول إن المنتخب ما يقدرش يكسب اليابان أو يقدر إن هو يكسب نيوزيلندا، بنشوف منتخب زي المغرب بيكسب كأس العالم مش بيكسب منتخب. وشفت في الفترة الأخيرة تعليقات بتقول إن مصر بلد فقير ومش هنقدر نحقق أي حاجة في كأس العالم. يعني هي الأرجنتين اللي هي بطل كأس العالم 2022 آخر نسخة لكأس العالم هي اللي أغنى دولة في العالم؟ بالعكس، الأرجنتين ممكن تكون أفقر من مصر كمان. والمغرب على فكرة مش أحسن مننا، المغرب وضعها زينا بالظبط، كلنا شعوب عربية وكلنا بيجمعنا حاجة واحدة وكلنا شبه بعض في حاجات كتير. فقصة تفوق المنتخب المغربي مش نطل عليه بنظرة اللي هو دي طفرة، لا مش طفرة. المنتخب دلوقتي بياخد كأس العالم للشباب، فده معناه إن مش مجرد لعبة حظ، بالعكس ده شغل. وزي ما شرحت لك في الفيديو ازاي هم اشتغلوا على نفسهم عشان يوصلوا للمرحلة دي. الانتقاد والكلام مش هيوصلنا غير للحقيقة، والحقيقة اللي احنا اصلا مش عايزين نتقبلها. الناس بقت بتطل لكرة القدم ان هي حاجة تافهة، بالعكس كرة القدم واحدة من اهم الحاجات. المهم اغلب الدول المتقدمة بتعشق كرة القدم زي فرنسا، المانيا، انجلترا، اوروبا كلها. وصدقني انت لو مش بتشجع كرة القدم ففي غيرك بيشجع كرة القدم وبيعشقها، ودي حاجة من الحاجات الكويسة جدا اللي هترفه عن حياتك. بحس ان هي رياض اما كنتش بتتفرج عليها وان كنت بتلعبها فدي هتفيدك اكتر من انها هتضرك. ده مش معناه ان احنا نلغي كرة القدم كشيء اساسي وكحاجة اساسية. كرة القدم لو اختفت من العالم مش هيضرك بحاجة، لكن لو انت حطيتها في حياتك الترفيهية هتفيدك جدا. كمان هي مش لعبة حرام، بالعكس هي لعبة كويسة جدا وهتفيدك في حاجات كتيرة. لكن العصبية طبعا او حاجات تانية زي ان مثلا الاذان يبقى شغال وانت ما تروحش وتقعد تسمع الماتش، فده كده هيضرك بشكل كبير وهتشيل ذنوب عليه طبعا. وفي كذا فيديو قلت ان انا بحب كرة القدم اكتر من الافلام، ده لان واحدة من الحاجات اللي بخليني بحب كرة القدم في الماتش مش هلاقي مثلا واحد بيعمل كذا او كذا وهكون مستمتع. اكبر حاجه ممكن تحصل في المباراه ان الفريقين يمسكوا في بعض ويتخانقوا بس. فرسالتي مش بس للناس اللي ماسكه كره القدم، رسالتي للمجتمع المصري كله، رسالتي لمصر كلها. لازم نبدا نفكر. قصه ان احنا نتفرج او نسكت على الفساد او الرشوه مش هيوصلنا لحاجه، بالعكس ده هيوصلنا للدمار. وتقدر ان انت تشتكي في اي مكان، ودينا شايفين الحمله اللي معموله على السوشيال ميديا وقد ايه بتنظف حاجات كتير. وفي نهايه الفيديو انا سعيد جدا لمنتخب زي المغرب فاز، سعيد كأن المنتخب المصري وصل لنهائي كاس العالم للشباب، ولكن حزين ان منتخب زي المنتخب المصري بقدراته وبتاريخه الكبير يكون في المنطقه دي. ومنتخب زي منتخب المغرب بدأ متاخر لكن قدر ان هو يوصل لحاجه صعبه ان احنا نوصل لها دلوقتي. فالف مبروك لاخواتنا المغاربه على التتويج بكاس العالم للشباب. وفي النهايه المغرب ما عملتش معجزه، بس هي اشتغلت صح على المدى الطويل، وده بالظبط اللي محتاجينه عشان الكره المصريه ترجع لمكانها الطبيعي. لان الكره المصريه لو اختفت فالترفيه الاول للشعب المصري اختفى. وبكده تكون خلصت حلقتنا. لو شايف في موضوع نقدر نتكلم فيها او نناقشها الحلقه الجايه فاكتبها في الكومنتات وانا ان شاء الله اعمل عنها حلقه. وما تنساش اللايك والاشتراك واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله، وسلام.